عايز اتكلم معاكم النهارده عن موضوع مهم جدا وهو الكشف المبكر عن الخصوبه. للاسف مجتمعنا بيرفض الفكره ديت رغم اهميتها، وعشان تتخيلوا اهميتها تخيلوا ان مثلا بنت ممكن تفقد كل خصوبتها مدى الحياه لمجرد ان هي عندها ضعف مخزون وما اتشخصتش في الميعاد المناسب. حالات كتير بتتصدم عند سن 21 سنه و22 سنه و25 سنه ان الدوره بدات تنقطع، وبعد ما الدوره تنقطع تروح تكشف، بعد ما تكشف تلاقي ان عندها مخزون مبيض ضعف او نشف او دخل في سن ياس مبكر. ولمعلوماتكم سن الياس المبكر للاسف ملوش علاج في العالم كله لحد دلوقتي. احنا بنعالج ضعف المخزون بشويه فيتامينات ومكملات غذائيه تحسن جوده البيضات، انما مش بترجع المخزون. فمهم جدا عند سن 16 سنه مش هقول لك هاتي بنتك واكشفي عليها الا لو عندها مشكله. لو بنتك وصلت 16 سنه وعندها دورتها منتظمه وما عندهاش مشاكل في الدوره الشهريه، لا الم ولا نزيف ولا كلام من ده، مطلوب منك بس تعملي 3 تحاليل: تحليل اي ام اتش وتحليل اف اس اتش وتحليل اي 2 اليوم الثالث من الدوره. لو كل 10,000 حاله اكتشفنا بنت قدرنا نشخص ان هي عندها ضعف مخزون ولحقناها بدري وعملنا لها استخدمنا معاها تقنيه تجميد البيضات وحافظنا على مخزونها مدى الحياه، فانا بالنسبه لي دي كفايه جدا وسط ال 10,000 حاله اللي انا عملت لهم التحاليل دول. فالموضوع مهم جدا يا جماعه. تحليل بسيط هيتعمل ثالث يوم الدوره، لو التحليل كويس ما تكشفيش على بنتك ولا تشغل بالك بيها. لو التحليل فيه مشكله مهم جدا تدوري على سبب المشكله دي ايه وتتعالج بدري ونتعامل معاها بدري.